انا سميتي محمد، عندي 4 سنين، وخويا ريان كان عنده 3 سنين. كنا في اول نهار في العيد، وبابا خرجنا باش ندوزو شويه ديال الوقت، ودانا الالعاب وصورنا وشرى لينا نفاخات، وبقينا غاديين مع بابا حتى وصلنا لواحد البلاصه انا ما عرفتهاش. المهم فيها صور كبير وفيها الماء، وبابا وقف في ديك البلاصه وقرب لينا، وانا وخويا ريان ما فاهمين والو، حتى هز خويا ريان ولاحو في الماء. وقبل ما نسولو لاش دار هاد الشي هزني ولاحني حتى انا في الماء. ومن بعد اتصل بماما وقال ليها باللي توضرنا ليه وما لقاناش، وعيط حتى البوليس وقال ليهم باللي كان واقف مع واحد الراجل وتلاها معاه بالهضره وشي حد خطفنا. المهم القريه ديالنا ملي ساقوا الخبار كلهم بداو كيقلبوا علينا مع ماما وبابا، وحنا في هاد الوقت تخنقنا بالماء، والماء دخل الفم ديالنا والصدر ديالنا عمر بالماء، والنفس تقطع فينا. ومن بعد ما متنا الجسم ديالنا طلع فوق الماء، والناس شافونا وبلغوا البوليس اللي بدورهم بلغوا ماما وبابا وتسلمونا باش يدفنونا. والجنازه ديالنا كانوا فيها بزاف تاع الناس اللي كيعرفونا وحتى اللي ما كيعرفوناش. من ورا النهار ديال الدفين بابا مباشره هرب وما بقاش بان ليه الاثار، وهذا الشيء خلى الناس يشكوا فيه. وبعد ما البوليس داروا تحقيقات ديالهم عرفوا باللي بابا هو اللي صفاها لينا، وعرفوا بانه اتصل بماما من نفس البلاصه اللي لقاو فيها الجثث ديالنا، والكاميرات صوراتنا وحنا غاديين مع بابا وصوراتو كذلك مني لاحنا. والبوليس قدروا يشدوه واعترف وعاود ليهم الجريمه بالتفاصيل. واللي كان صادم في الموضوع ملي سولوه على السبب علاش دار لينا هذا الشيء، قال باللي بغى انني انا وخويا ريان نمشيو للجنه، وهذا الجواب كان كافي انه يشككهم في القوى العقليه ديالو. وداروا ليه الخبره ولقاو انه سليم عقليا، ومن بعد عرفوا انه كيستعمل مخدرات اللي كتخليه يغيب على الوعي. وفي المحكمه انكر جميع الاعترافات السابقه ديالو بانه قتلنا انا وخويا ريان، ولكن كانت الادله ثابته في حقه بالصور والكاميرات اللي صوراته وهو كينفذ الجريمه. حكموا عليه بالاعدام ودار الطعن ولكن ترفض ليه وعدموه. انا غضبان بزاف من بابا، ما عمري كنت كنتوقع يدير ليا انا وخويا ريان هاد الشيء، لانني كنت كنبغيه بزاف. كانت هذه هي قصتي انا وخويا ريان، وما تنساوش تدعوا ليا بالرحمه انا وخويا وتدعوا لماما بالصبر.